الكلام ده كان في الخمسينيات والستينيات لما كنت تطلع جواز السفر وتقول انا مواطن مصري في اي مكان في العالم يتعمل لك احترام ويتعمل لك تقدير ومحدش يقدر يمثلك طرف. لكن النهارده ده مش حاصل. افتح تليفون لمواطنين مصريين دلوقتي عايشين في الخارج هيقول لك انه مهان وكرامته ممتهنه، ولما بيروح لسفاره بلده بيقولوا له ايه اللي جابك هنا روح. ده المواطن المصري اللي هو مصري ابن مصري ابن مصري، لانه مهان هنا في بلده فشيء طبيعي انه يتهان بره. من يرى في 25 يناير مؤامره يجب الا يكون له مكان في النظام السياسي. لا، مصر دوله كبيره. مشكلتها الوحيده ان اللي بيحكموها هم اللي مش عارفين انها كبيره. دي مش مشكله مصر. وللاسف الكلام كله اقتصاد وبيصدر عن حكومه يعني اشك انها بتقرا حاجه في الاقتصاد، بس بالمره يعني بقترح عليهم انهم يقعدوا مع ناس يقروا لهم شويه في السياسه وفي التاريخ، على الاقل يقروا حاجات من نوعيه شخصيه مصر ويعرفوا ان مصر دي ما هياش دبي وما هياش امريكا وما هياش المجتمع اللي اتكون بشكل مصطنع. مصر دوله ليها جذور وليها تاريخ. المساواه في الظلم عدل. هو احنا ليه مصرين ان احنا نساوي الناس في الظلم؟ طب ما نساوي الناس في العدل وفي الانصاف. لما جم يعملوا قانون الاستثمار قالوا بس وافقوا على قانون الاستثمار ده والبلد هتهيص. هتشوفوا الخير جاي منين، مش هتلاحقوا فلوس جايه من فوق ومن تحت ومن الشرق ومن الغرب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم نفسهم بيشتكوا ان قانون الاستثمار معوق وتعالوا صلحوه. البلد دي اللي حاميها ربنا وما ضاعتش من 7000 سنه عشان تضيع النهارده. ده من حيث المبدا يعني. قلنا الدنيا ما بتمشيش كده. مش ممكن انت هتجيب مستثمر اجنبي والمستثمر المحلي اصلا بيعاني. هو الناس مفكره ان المستثمر الاجنبي ده راجل عبيط. هل يصح ان مجلس النواب يترك المواطنين نهبا للحكومه بلا حسيب وبلا رقيب؟ ده الواقع النهارده في ظل مجلس النواب لم يناقش ولا لانه مع تراجع الدوله الوطنيه ما عادش جواز السفر المصري في حد ذاته قيمه للي بياخده. يعني مش هيجي واحد امريكاني ولا واحد فرنساوي ولا واحد من دبي عايز جواز السفر المصري عشان لما يتحط في موقف يقول ده انا مواطن مصري. مش كده. سقف طموحي من اللي موجود ما عادش عالي، ومش متوقع ان دول اللي هيعملوا القفزه ولا النقله ولا التغيير. المواطن من حقه انه يقيم كيفما شاء، لكن المسؤول من واجبه انه يبر بقسمه. ان احنا في اطار نظام سياسي في سلطه وفي معارضه. هل تفتكر ان احنا قاعدين في مقاعد المعارضه مثلا 25 30 عشان هي طراوه ولا براح ولا احسن من غيرها؟ يعني احنا احترامنا للناس يبدا باحترامنا لنفسنا ومصارحتهم بقناعتهم. كلمه الحق اللي انا مقتنع بيها ايه؟ انه الناس الان في مصر تعاني اقتصاديا واجتماعيا، وانه احنا لا نبذل المجهود، السلطه لا تبذل المجهود الكافي لرفع المعاناه دي على الناس. هي اسوأ من يوم 29 يونيو 2013. يعني لو خدنا نفس القياس فالمستوى في النازل من بعد 25 يناير ل 30 يونيو، والنهارده كمان احنا وضعنا اسوأ من قبل 30 يونيو اقتصاديا واجتماعيا. بكل تاكيد انه المجلس هيتمسك بقراره في الغد. لكن لما تحط على يعني التجارب السابقه يعني تتشكك، وانا كم اتمنى ان يخيب ظني في الغد. يعني يمكن الناس تستغرب ليه 65 جنيه؟ اشمعنى يعني الحد الادنى 65 جنيه؟ ليه مش 70 وليه مش 60؟ لان احنا قعدنا نتفاوض مع الوزير على 5 جنيه. البلد دي اللي حاميها ربنا وما ضاعتش من 7000 سنه عشان تضيع النهارده. ده من حيث المبدا يعني. ثانيا احنا نعمل ايه لو في اطراف بتحاول تستغل ده؟ نعيش في حاله انكار ولا نواجه نفسنا بمشاكلنا؟ هو المريض لو انكر انه اصلا مريض هيتعالج؟ يعني هو لو مش مقتنع اساسا انه في مرض هيتعالج ازاي؟ احنا لازم نقتنع انه فيه امراض حقيقيه، وانه فيه مظالم اجتماعيه موجوده، وان فيه اوضاع اقتصاديه مترديه. ناهيك بقى عن اللي بيعارض من خارج المظله الوطنيه. ده مش موضوعي. انت بتتكلم دلوقتي مع احمد اللي هو جزء من النظام السياسي في المعارضه، يعني قابل هذا المسار كويس واصبح جزء منه. وانا متذكر وممكن يكون ده محله ان اثناء الحمله الانتخابيه انا كنت واحد من الناس اللي ابناء جيلي عاتبوني حتى على فكره الترشح، ومتذكر ان انا عملت فيديو قد يكون ده موضوعه بالتحديد. قلت للشباب انه التغيير اللي احنا بنتمناه له طريق من اتنين: طريق الشارع وطريق الصندوق. اللي انا شايفه اجتهادي الشخصي ان طريق الشارع الان محفوف بالمخاطر على وجود الدوله، وان احنا ما يصحش ان احنا يعني نتاجر باوجاع ناس مش هتتحمل. ممكن انا لو في تغيير عنيف دلوقتي انا اتحمله، اروح اعيش في حضن ابويا وامي وعيلتي وارضي واعيش، لكن اللي مش لاقي ياكل ده اللي ايه؟ ده اللي هيعاني اكتر ما هو بيعاني. فطريق الشارع انا شايفه انه محفوف بالمخاطر على الدوله وعلى الفئات اللي بتعاني اصلا. فاضل طريق تاني اللي هو طريق الايه؟
الصندوق. هل نتيجته اكيده انها هتجيب للناس اللي بيتمنوه؟ لا، ما هيش اكيده، بس على الاقل مفتوح. ما كانش مفتوح قبل 25 يناير. ده التغير الاساسي اللي حصل في المعادله، ان احنا كنا امام نظام قفل طريق الصندوق في وش الناس، بانه عمل حاجتين طالما مش معمولين دلوقتي يبقى التعامل اخر، انه عدل الدستور على مقاسه بما يسمح ليه بالبقاء الابدي، وانه زور الانتخابات. طالما الدستور ما تعدلش وفيه تداول الزامي للسلطه هيتم، وطالما الانتخابات ما بتتزورش، خلوا الناس تنزل لصندوق الانتخابات، بالتحديد الشباب. المفترض كل ما يتحط صندوق انتخابات يكونوا حاضرين وجاهزين ترشيحا وتصويتا. ده اللي هيعمل احلال وتجديد للنخبه السياسيه اللي موجوده، والاحلال والتجديد ده اللي هيجيب التغيير. لان انا بصراحه سقف طموحي من اللي موجود ما عادش عالي، ومش متوقع ان دول اللي هيعملوا القفزه ولا النقله ولا التغيير اللي الناس بتتمناه. لكن في الوقت نفسه ده ممكن نرجع له في سياق المجلس، يعني السلطه. احنا الان انا بقول لحضرتك ان احنا في اطار نظام سياسي، في سلطه وفي معارضه. هل تفتكر ان احنا قاعدين في مقاعد المعارضه مثلا 25 30 عشان هي طراوه ولا براح ولا احسن من غيرها؟ يعني لم نعارض في موقف الا وقدمنا فيه الحلول كما نراها. انا معني بان انا اقول كلمه الحق زي ما انا مقتنع بيها. كلمه الحق اللي انا مقتنع بيها ايه؟ انه الناس الان في مصر تعاني اقتصاديا واجتماعيا، وانه احنا لا نبذل المجهود، السلطه لا تبذل المجهود الكافي لرفع المعاناه دي على الناس، وان احنا في المعارضه بنقدم البدائل وبنطرحها، لكن في النهايه الانحياز بيكون لصالح السياسات الحكوميه وليس لصالح اوجاع الناس ومظالمها. الاخرين بقى هيتعاملوا مع ده ازاي؟ انا مش معني بده، لكن انت عارف انا بتمنى ايه؟ امنيتي انا الشخصيه، امنيتي الشخصيه ان الاغلبيه تاخد اللي احنا بنقوله وتعمله وينسب الفضل ليها فيه. لان هو بالحقيقه بيتكلموا في طرقات المجلس، ولما تشوف اللي حصل في جلسه اول امس تقول بكل تاكيد انه المجلس هيتمسك بقراره في الغد. لكن لما تحط على يعني التجارب السابقه يعني تتشكك، وانا كم اتمنى ان يخيب ظني في الغد. يعني الحكومه لما تلاقي دلع وما تدلعش تبقى غلطان. انا عايز بس احط يعني شويه نقط كده على الحروف. المساواه في الظلم عدل. هو احنا ليه مصرين ان احنا نساوي الناس في الظلم؟ طب ما نساوي الناس في العدل وفي الانصاف. ما احنا قلنا وطالبنا مرارا، وكان واحده من اسباب رفضنا القانون الخدمه المدنيه هو انك بتثبت اجور ومرتبات الموظفين في الوقت اللي التضخم وصل الى ارقام غير مسبوقه. قلنا الكلام ده، وقلنا انه التحول لنظام الرقم المقطوع عوضا عن النسبه اللي بتزيد. علشان ايه بقى؟ انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لو عايزين مرتبات الموظفين لا تزيد ولا تقل، المفروض نديلهم زياده تعادل التضخم حتى بالارقام الرسميه. ده كده تبقى لا زادت ولا ايه ولا قلت. النقطه الثانيه زي ما تقدم الدكتور محمد، احنا لا نريد ان نثير فرقه ما بين الموظفين، لان مش احنا اللي كنا السبب في ان احنا نميز موظفين يخاطبوا بقانون الخدمه المدنيه والعكس. ومش عايز ابدا ادخل في مساله ان 7% من الاجر الوظيفي اللي هو عالي في المخاطبين تعمل كام، وان 10% من الاجر الاساسي في الغير مخاطبين تعمل كام، لانها تعمل اقل بكتير. ومع ذلك احنا اعضاء تكتل 25 30 ومنهم الدكتور محمد عبد الغني وشخص الضعيف، كنا من الناس اللي قعدوا على مدار ساعتين يتفاوضوا مع وزير الماليه في لجنه القوى العامله، من الجلسه لقاعه رئيس اللجنه الى ترابيزه مفاوضات لمده ساعتين. كنا بنطالب بشويه حاجات، بنطالب بحد ادنى وحد اقصى. ويمكن الناس تستغرب ليه 65 جنيه؟ اشمعنى يعني الحد الادنى 65 جنيه؟ ليه مش 70 وليه مش 60؟ لان احنا قعدنا نتفاوض مع الوزير على 5 جنيه. والحقيقه ان احنا عايزين نشوف الشطاره بتاعت الحكومه دي في مسائل اخرى. يعني عندما يتعلق الامر ببضعه جنيهات تصرف للموظف البسيط المطحون او صاحب المعاش اللي معاشه ما يجيبلوش علبتين دواء كحه، الحكومه بتقعد تتفاوض معانا بالجنيه. في حين ان الموازنه دي يا سياده النائب لما نبص عليها بقى اجمالا، واحنا المفروض هنبص عليها، ودينا بدانا النهارده في مناقشه مشروع الموازنه الجديد، هنلاقيها عوضا عن انها غير دستوريه وغير عادله وغير انسانيه، هنلاقي فيه سفه في اوجه انفاق سنويه، وهنلاقي فيه بخل وتقطير في اوجه انفاق اساسيه. انا هفترض حسن النيه في الحكومه، وطبعا ده بالنسبه لي امر غير وارد على الاطلاق. انا لا احسن الظن بهذه الحكومه، واعمالها باينه قدام الناس وهي شايفاها. والكلام ده احنا سمعنا منه لما جم يعملوا قانون